إيمان ضد العيان، من كتاب أرح قلبي المضطرب للكاتبة ليندا ديلو. بدأت الكاتبة بسؤال: يا ترى إيه هو الإيمان اللي بيرضي الله؟ وجاوبت: الإيمان ليه مفاهيم كتير، منها إن هو الثقة إن الله يحفظ كلمته في الوقت اللي مشاعري بتحس بغير كده. والإيمان هو الثقة إن الله موجود رغم إني مقدرش ألمسه وأحس بيه في اللحظة دي. والإيمان بيكمل جزء صغير من الصورة في لعبة تركيب القطع رغم عدم قدرتي أن أشوف الصورة كاملة. في عبرانيين 11:1 بيعرف الكاتب الإيمان بأنه الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وضحت الكاتبة أنه في فرق بين اليقين العقلي والإيمان القلبي. فاليقين العقلي معناه أنك تؤمن أن الله قدير صاحب كل السلطان وأنه صالح. أما الإيمان القلبي إنك تمارس اللي بتؤمن بيه وقت ما تواجه أمر صعب، بمعنى تثق إن الله يقدر يتدخل في ظروفك وإنه صاحب كل السلطان في الأمر ده وإنه صالح في كل الظروف. والإيمان الحقيقي مبني على أمرين: الأمر الأول طبيعة الله وصفاته العجيبة، والأمر الثاني مبني على كلمة الله مش مشاعرنا. الأمر الأول اللي بنبني عليه إيماننا هو صفات الله وطبيعته. ومن صفات الله إن الله مسيطر على كل شيء وعلى كل اللي ما نقدرش نتحكم فيه في حياتنا، الأمور اللي مش بنقدر نشوفها بعينينا أو مش قادرين نفهمها. مفيش صدفة ولا حسابات خاطئة، فكل الأشياء تحت سيطرته ومفيش أمر هيحصل إلا بأمره، والكل في الآخر بيسمح بيه الخيري والمجده. صفة تانية من صفات الله بنبني عليها إيماننا: إن الله كلي الحكمة. الله بيمتلك المهارة والخبرة والبراعة اللازمين لإرشادنا في كل الظروف والحالات، وده بيساعدنا نثق إن كل اللي بيحصل لينا هو من فكر الله اللي مفيش نهاية لحكمته. صفة ثالثة: إن الله كلي المحبة، وقدم الله حياة ابنه كبرهان على محبته لينا، فمحبته غير محدودة وغير مشروطة. في متى 10:30 بيقول: أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. فإذا كان الله بيعد شعور رؤوسنا، فأكيد بيعرف كل المشاكل اللي بنواجهها في حياتنا، وكل اللي بيقرره لينا هو من أجل مصلحتنا. لما نتأمل في الصفات دي هيكون من السهل إننا نثق ونؤمن. تاني أمر بنبني عليه إيماننا قالته الكاتبة: كلمة الله. في متى 24:35 بيقول: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. كل شيء في الحياة بيتغير لكن كلمة الله ثابتة. ردد جواك: كلمة الله أصدق من أي أمر أشعر بيه. كلمة الله أصدق من أي أمر بختبره. كلمة الله أصدق من أي ظرف هواجهه في يومي. إذا كانت مشاعرك وذهنك مشوشين، مش قادر تشوف الخير من ظروفك، حط رجائك في ربنا، ثق إن إيده هتخرج الخير من ظروفك. في عبرانيين 11 اتكلم عن أبطال الإيمان، ومن بينهم نوح. اتقال عنه: بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. يعتقد بعض علماء اللاهوت إن السماء ما مطرتش أبدا على الأرض قبل الطوفان، ورغم إن نوح عاش في صحراء قرر يقضي 110 سنة بيبني فلك كبير، لأن الله قال إن الطوفان هيجي. هو ده الثقة بأمور لا ترى. قام نوح بالعمل لفترة طويلة من غير أي مؤشر على حدوث طوفان، وكمان مع سخرية اللي حواليه، لكن اختار يؤمن، وكأنه بيقول مع كل مسمار بيدقه في صنع الفلك: أنا أؤمن بيك يا الله. والنتيجة كانت نجاة، وإنه اتكتب اسمه من أبطال الإيمان. أصعب ما في الإيمان إنه بيواجه العيان، لكن الله بيطلب مننا نسلك بالإيمان مش بالعيان. ومع إن الإيمان صعب لكنه بيرضي الله، والله مش هيسيبك تمشي طريق الإيمان لوحدك، لكن الله المسيطر الحكيم المحب هيمشي معاك. في الآخر صلي وقول له: يا رب، عايز أسلك بالإيمان، أنت صخرتي، وعايز أثبت عيني عليك وحدك وأؤمن بيك في كل اللي مش بفهمه أو مش بشوفه. اديني قوة روحك القدوس
عشان أرضيك وأفرحك بإيماني. أمين. الكتاب مليان بالتفاصيل، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد. ربنا معاك.